بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناة أخيكم الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. في البداية أذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رب تكون سبب في سعادتكم وفي قضاء حوائجكم بإذن الله. في هذه الدقائق مهمة جدا لكل المصريين، مهمة جدا لكل حد يعني هيشوف الفيديو ده. لازم يعني تذكر بالمعلومة اللي فيه غيرك، وأيضا يعني فضلا لأمرا إنك أنت تعمل مشاركة لهذا الفيديو، لأنه فيه بإذن الله الخلاصة في التحذير من الآثار الجانبية لموسعات الشعب الهوائية. فموسعات الشعب الهوائية سواء في صورة أشربة زي الأدوية اللي قدامكم دول، صورة دواء شراب أو أقراص أو أيا كان، ليها محاذير في الاستعمال، وليها الناس بتغلط فيها وما بتفرقش بينها ما بين أدوية الكحة. تمام؟ الأدوية موسعة الشعب الهوائية بتؤثر تأثير شديد على القلب وبتؤدي إلى تسارع ضربات القلب. فالمشكلة إنه ممكن حد ياخدها بدون استشارة الطبيب، وده طبعا غلط. ممكن يكون واخدها باستشارة الطبيب بس يختلط مع الأمر إنها دواء كحة. ده المفهوم السائد، إن دايما بتتوصف مع أدوية الكحة. وأيضا في المشكلة إن ما بتبقاش وحدها الجزء اللي بيوسع الشعب أو المادة الفعالة بتوسع الشعب، تلاقيها دايما في أدوية موجودة في يعني كدواء مركب تركيبته، مثلا تلاقيه طارد للبلغم وكمان موسع للشعب الهوائية، فبالتالي بياخدوا كتير عشان البلغم. فلا، في المفروض ما يتجاوزش الجرعة. موسعات الشعب بتؤثر على القلب، فممكن حد يكون مش عارف عنده إنه مشكلة في القلب فيحصل تسارع في ضربات القلب، وممكن تؤدي لذبحة صدرية أو جلطة، وده طبعا ربنا يحفظ الجميع منه. تمام. تاني حاجة إنه ممكن ياخدها بتجاوز الجرعة زي دواء الكحة العادي، فبيبدأ ياخدها أكتر من مرتين، وده طبعا خطأ. الأدوية اللي قدامكم دي على سبيل المثال، وده من ضمن مدخل الخطأ أو سبب الخطأ اللي بيحصل، إنه يكون المريض عنده بلغم وفي نفس الوقت محتاج موسع شعب. يعني دي ميزة وعيب في نفس الوقت، إنه الدواء نفسه بيعتبر دواء واحد اقتصاديا في المكونات دي، لكن ما ينفعش يتجاوز الجرعة. فحبيت بس أقول من تأثير هذه الأدوية على القلب مشكلة كبيرة. أيضا تأثير هذه الأدوية عند تجاوز الجرعة، حتى لو الشخص واخدها باستشارة الطبيب ما ينفعش يتجاوز الجرعة. باختصار، أي دواء أو أقراص أو أي شيء موسع للشعب الهوائية، مكتوب عليه موسع للشعب أو الدكتور قال لك ده موسع للشعب، لازم ما نتجاوزش الجرعة المقررة وما ناخدهوش من تلقاء أنفسنا. ربنا يحفظنا وإياكم من كل الأمراض. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وياريت تدعمونا بالتعليق وتضغطوا على زر الجرس، لأن القناة دي بإذن الله يعني تهدف إلى مساعدة الناس بالمعلومات وإن شاء الله بالماديات قدر الإمكان. تحياتي لكم، أخوكم دكتور صيدلي يوسف الأنصاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.